سهر الليالي برضو طبعا كان فيلم نزل 2003 في وسط المعمعة بتاعت الافلام الكوميديه والاكشن، ما كانش في غير افلام اه. كوميدي وافلام اكشن. كان الجونرا بتاعت الافلام الدراما دي كانت اختفت فتره من السوق، يعني ما كانش ايوه. في ناس بتعمل افلام دراما اجتماعيه. ده كان فيلم دراما اجتماعي، وكان في ناس كتير فاكره ان الفيلم ده اول لما ينزل هيفشل. الفيلم كسر الدنيا امم. ونجح نجاح رهيب. والفيلم تأليف تامر حبيب واخراج هاني خليفه من المخرجين وفي كلام عن ان هم هيعملوا جزء تاني منه. بجد والله. اه. طب دي حاجة حلوة جدا. اه. يا رب يطلع أحلى من الأول يا بس رب. عشان بقلق شوية من يا رب. الأجزاء التانية دي. طبعا فكرة العلاقات ما بين الأزواج. كل الأربع ولاد والأربع بنات، في منهم اللي متجوز، هم معظمهم متجوزين ما عدا شريف منير ولا غانم. امم. فيجيب لك بقى الخلافات أو المشاكل اللي بتحصل في في العلاقات. خلافات اجتماعية في العلاقات ورومانسية وكده ورومانسية. وكل شخصية مختلفة عن التانية يعني. فلا برضو من بيناقش أحلى برضو. الأفلام اللي بتناقش فكرة العلاقات. جرأة ما فيهاش ابتذال، برضو جرأة ما بالظبط فيهاش ابتذال. بالظبط بالظبط يعني. لا فيلم من احلى الافلام اللي بتتكلم عن فكره الريليشن شيبس، يعني ما بين الراجل والمراه يعني. ايوه.